اللي داقها كيحماق عليها وكلهم كيسولوني كيفاش صوبتيها. مع حنان دائما الوصفات سهله وبنينه. اول حاجه غادي ناخذ بول نديرو فيه بيضه سكر وغادي نطربوا كلشي مزيان بيدينا. كلشي غنخليه بالعبارات تحت الفيديو. نضيفوا الدقيق والخميره والفانيلا ضفتو في الاول. المهم كلشي غنخلي لكم بالعبارات. نجمعوا العجينه ونديروها مباشره. نرشوا الدقيق او ورق الزبده ونطلقوها حتى نحصلوا على هذا الرق هذا. من الاحسن تجي رقيقه باش تجيكم زوين. المول كندهنو بالزبده والدقيق. كندير عليه الورقه اللي سرحت كنخليه على جنب. ندوزو نحضروا الكريمه ديال اللوز. كناخذوا البيض والسكر نطربوه حتى يولي هذا الشكل. نضيفوا عليه الزيت ونضيفوا اللوز بودره والنشا وحتى هذا الشيء غنخليه بالعبارات. ونضيفوا الروح ديال اللوز. الروح ديال اللوز ما تكثروش منها بزاف باش ما تجيكمش مره. ناخذوا الفريز نقطعوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نثقبوا لا طارت ديالنا ونديروا فيها الكريمه ونستفوا عليها الفريز. ندخلوها الفران على 160 درجه حتى تحمر لينا على هذا الشكل. طيب من الفوق ومن التحت ومن بعد حتى كتبرد عاد كنزوقوها بالفريز. اللي داقها كيحماق عليها. كلشي عجباتو هاد لاطارت وقالوا لي كيفاش صوبتيها. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش لايك الفيديو وتسناوني في الوصفه بروسيما.